السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة بنت يدي. اليوم ما شاء الله راح نشارك معكم هاد الخبزة المحشية بالبطاطا. خبزة بنينة بالبزاف، نتمنىكم كامل بكم تجربوها وتعطيوني الرأي ديالكم. والمقادير ديالها بساط وموجودين في كل بيت. نروحوا للمقادير. نحتاج كاس تاع الفرينة، نص مغرفة صغيرة تاع خميرة العجين، نص مغرفة تاع الملح، ونص مغرفة تاع السكر. ونبقاو نطمو العجينة ديالنا بالماء يكون دافي. هنايا لازم نطمو العجينة ديالنا غير بشوية تاع الماء، باش الماء ما يغلبناش والعجينة تاعنا ما تكونش جارية بالبزاف. هنايا لازم العجينة تاعنا تكون طرية، ونقعدو نعجنو فيها مليح حتى هذيك العجينة تولي لنا يعني متماسكة وتلصق في اليدين. هنايا بعد ما العجينة تاعنا تولي لنا يعني متماسكة، راح نضيفو عليها مغرفة صغيرة تاع الدهان، ونقعدو ندخلو هذيك الدهان ديالنا مليح في العجينة حتى العجينة في الأول تبدا تتقطع لنا، ومن بعد العجينة راح تنضم لنا. مي العجينة راح تجي طرية وتلتصق في اليدين. هذا هو القوام ديالها. نروحو لهنايا للبطاطا. راح نحتاجو حبة تاع البطاطا نديروها طيب لنا غير في الماء، ومن بعد ما طيب لنا راح نضيفو عليها مغرفة كبيرة تاع الفرماج، ونمعسوها هكا مليح حتى تولي لنا هذيك البطاطا يعني ممعوسة مليح. راح نقدو هنايا نضيفو عليها اللحم مرحي يكون طايب، زاد الدجاج يكون تانيك طايب متبل وطايب. انا ضفت عليها غير شويه تاع الزيتون مقطع، وضفت عليها رشه من الفلفل الاسود. هنا جبت العجينه تاعي وقسمتها على زوج قطع. هنا العجينه نخلوها ترتاح غير قيس من البطاطا نتاعنا تبرد لنا، ونبقاو نحلو فيها هذيك العجينه ديالنا. كما راكم تشوفوا درت سطح العمل كامل، درت فيه الفرينه باش العجينه تاعي ما تلصقليش في سطح العمل. وتاني حاجه لازم هاد العجينه نحلوها رقيقه باش كي نطيبوها ما تجيناش معجنه وتجي يعني وطيب لنا سوا سوا. باسكو هاد العجينه ما راحش نطيبوها في الفرن، راح نطيبوها غير فوق الغاز، يعني ماشي في وسط الفرن. انايا حليت الاولى وتانيك حليت العجينه الثانيه باش كي نجي نحشيها ما نتعذبش. هنايا بعد ما حليت العجينه تاعي مليح، جبت الفرماج تاع البيتزا. اي نوعيه تكون عندكم تاع فرماج تقدروا ديروها، ويعني شحال ما كثرتوا فيها الفرماج راح تجيكم بنينه بالبزاف. أنا درت الطبقة الأولى تاع الفرماج، من بعد ضفت البطاطا، من بعد ضفت تانيك الفرماج، ودرت هذيك العجينة من الفوق تانيك اللي كنت حليتها، وغلقت لها الأطراف كما راك تشوفوا هنا في الصورة. ومن بعد زيد حليتها هكا مليح بيداي باش زادت هذيك الخبزة كبرت شوية وزادت انحلت. من بعد حبيباتي جبت مقلاة تكون شوية هكا تقيلة مليحة باش طيبوا فيها الخبزة تاعكم وتطيب لكم مليح. دهنتها بالزبدة، ومن بعد جبت الخبزة نتاعي وحطيتها من الفوق وخليتها طيب. هنايا النار ما ديروهاش ضعيفة وما ديروهاش متجهدة، لازم تكون متوسطة. وتبقاو كل خطرة تدوروا في هذيك الخبزة تاعكم حتى تطيب لكم. بعد ما تطيب لكم من الجهة التحتانية اقلبوها على الجهة الأخرى. هنايا تانيك تقعدوا تدوروا فيها باش تطيب لكم سوا سوا. انا هنايا بعد ما طابت لي مليح مليح نحيتها من فوق النار. وهنايا الخبزة نتاعنا راها واجدة، جات مقرمشة، جات شهي، شهيتكم في الجنة. نتمنىكم كامل بكم تجربوها وتعطيوني الرأي ديالكم فيها. وهنايا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم وصلتوا لنهاية تاع الفيديو. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي جيم. كنتي أول مرة تشوفي القناة نقول لك اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وهنايا نقول لكم ضربكم موعد عن قريب إن شاء الله. مع السلامة.